الأماكن التراثية في بلدنا، يلا بينا نفهم. الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دايما وأبدا. أولياء الأمور الأعزاء، يلا بينا نشرح دلوقتي الدرس الثاني في الوحدة الثانية اللي بعنوان الأماكن التراثية في بلدنا. الله، مش احنا خدنا الدرس ده قبل كده؟ اقول لك يا صديقي، الدرس اللي فات على طول اتكلمنا فيه الفرق ما بين التراث الثقافي والتراث الطبيعي، وقلنا فيه عشان ده اللي هنكمل عليه المنهج بتاع الدرس ده، اللي هو ايه؟ التراث الثقافي معناه كل ما تركوا لينا اجدادنا، انما التراث الطبيعي حاجات في الطبيعة ربنا هو اللي اوجدها لينا ومهمة جدا. يبقى التراث الثقافي اجدادنا هم اللي عملوه وسابوه، انما التراث الطبيعي حاجة من عند ربنا احنا ما تعبناش فيها. طيب النهاردة بقى هناخد ايه؟ اقول لك هناخد بعض الاماكن اللي في مصر اذا كانت تراث طبيعي او تراث ثقافي. طب ليه هاخدها؟ اقول لك عشان اعرف ان مصر مهمة جدا، فيها اماكن كتيرة مهمة قوي. وكمان خدنا الدرس اللي فات ان في منظمة اسمها منظمة اليونسكو. مالها اليونسكو؟ تقول لي اليونسكو دي هي اللي بتراقب الاماكن المهمة وبتحاول تحافظ عليها. صعبة؟ يبقى انا عرفت ايه التراث الثقافي والتراث الطبيعي وان اليونسكو بتحافظ. طب بينا النهاردة ناخد بس 5 اماكن تراثية في مصر. تعال، اول منطقة هندرسها هي ايه؟ منطقة آثار النوبة. فين النوبة الأول يا مستر؟ أقول لك يا صديقي العزيز، النوبة دي تقع جنوب مصر. فين المنطقة دي كده بالظبط؟ طيب هل المنطقة دي فيها آثار؟ أقول لك ده فيها آثار كتير قوي. منطقة النوبة من أبو سمبل لحد فيلة فيها آثار. إيه الآثار اللي هناك؟ أقول لك يا صديقي، في معبد اسمه معبد أبو سمبل الكبير، ومعبد تاني اسمه معبد أبو سمبل الصغير. يبقى معبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الصغير. طب في إيه تاني؟ تقول لي في معبد تاني اسمه معبد فيلة. دي أماكن تراثية موجودة قرب النوبة. طيب ايه اهميتها؟ اقول لك ان المنطقة دي، انت عارف ان احنا بنينا حاجة اسمها السد العالي جنوب مصر. طب لما بنينا السد العالي هنا ايه اللي حصل؟ اقول لك بقت في مية كتير جدا ورا السد، والاثار دي كانت ورا السد فغرقت. ايه اللي حصل؟ اقول لك لان اليونسكو بتحافظ على الاماكن التراثية. عملت ايه؟ راحت نقلت المعبدين دول اللي هو معبد ابو سمبل ومعبد فيلة، ونقلتهم قدام السد. طب نقلتهم ليه؟ عشان تحافظ عليهم من مياه الفيضان. يبقى اليونسكو عملت حاجة مهمة. تقول لي نقلت معبدي ايه؟ ابو سمبل وفيلة، فبالتالي انقذتهم من ايه؟ تقول لي من مياه السد العالي. يبقى دي اول منطقة اثار صعبة اللي هي اسمها منطقة ايه؟ النوبة. فيها ايه؟ تقول لي معبد ابو سمبل الكبير، معبد ابو سمبل الصغير، ومعبد فيلة. طب اليونسكو كان لها دور؟ تقول لي عظيم، انقذتهم من مياه السد ونقلتهم في مكان نقدر نشوفهم فيه ونحافظ عليه الاثار دي. طيب يا مستر، تاني منطقة اثرية. اقول لك يا صديقي، تاني منطقة اثرية هي منطقة القاهرة التاريخية. ايه القاهرة التاريخية دي يا مصر؟ اقول لك مصر القديمة يا صديقي. كلنا نسمع مصر القديمة. مصر القديمة دي اكبر واهم منطقة تراثية في العالم. تاني كده، اكبر واهم منطقة تراثية في العالم. ليه يا مستر؟ اقول لك عشان فيها مباني واثار تاريخية كتير. منطقة مصر القديمة دي يا شباب كانت عاصمة مصر في فترة كبيرة قوي، ففيها آثار كتير جدا، فعشان كده بنقول عليها أهم وأكبر منطقة تراثية. صعبة؟ أعتقد إن هي مش صعبة. كمان هي عاصمة مصر، فليها أهمية سياسية ودينية وتاريخية وثقافية. فبالتالي منطقة القاهرة التاريخية مهمة ولا مش مهمة؟ تقول لي مهمة جدا. وهي إيه؟ تقول لي أهم وأكبر. تاني كده، أهم وأكبر. أكبر إيه؟ تقول لي منطقة تراث في العالم كله. طيب ليه؟ تقول لي عشان فيها آثار كتيرة جدا. يعني لو جالي سؤال وقال لي، ركز كده في السؤال ده، بيقول بما تفسر تعتبر مدينة القاهرة التاريخية أهم وأكبر المدن التراثية،
تقول لي لأنها تتميز بتعدد الآثار والمباني التاريخية اللي بتعبر عن تاريخها الطويل، وكمان لها أهمية سياسية ثقافية وتجارية ودينية. السؤال ده مهم، تقول لي ده مهم جدا، نقوله تاني، نقوله تاني. بما تفسر تعتبر مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن الدراسية في العالم. طب ليه؟ لأنها تتميز بتعدد الآثار والمباني التاريخية اللي بتعبر عن تاريخها الطويل بصفتها العاصمة، فبالتالي لها أهمية إيه؟ سياسية وثقافية وتجارية ودينية. تاني منطقة صعبة؟ يبقى فكر معايا كده، أنا أول منطقة خدتها إيه؟ تقول لي منطقة النوبة. طب تاني منطقة القاهرة التاريخية. كل واحدة باخد فيها معلومة واحدة أو اتنين، فالموضوع سهل جدا. الدرس بتاع النهاردة سهل أوي. تالت منطقة تراث هي منطقة وادي الحيتان. وادي الحيتان يعني فيها حيتان؟ اقول لك فيها حيتان. طب هي فين؟ اقول لك هنا كده قرب الفيوم. الله، انت بتقول لي قرب الفيوم؟ قرب الفيوم يا صديقي. طيب ازاي قرب الفيوم والفيوم ما فيهاش بحر اصلا، يبقى ازاي فيها حيتان؟ اقول لك من 40 مليون سنة. يا نهار ابيض، 40 مليون سنة؟ ده من زمان قوي. اقول لك من زمان قوي. 40 مليون سنة المنطقة دي كان فيها بحر، والدليل على كده ان احنا بنلاقي هناك بقايا عظام حيتان ضخمة. يعني نلاقي عظام لحيتان كبيرة جدا وبقايا اسماك. يبقى جت منين؟ يبقى دليل على كده ان كان هنا في بحر من كام سنة؟ 40 مليون سنة. فعشان كده اعتبروا المنطقة دي منطقة تراث طبيعي. تاني، تراث طبيعي. هو مين اللي عملها؟ الانسان؟ لا. طيب يبقى تراث، يبقى من اهم المناطق التراثيه في مصر، وكمان تراث ايه؟ طبيعي. طب ممكن الاقي فيها حاجه تانية؟ اقول لك هي دلوقتي صحراء، فدلوقتي ممكن الاقي فيها ايه؟ الاقي فيها غزلان، ثعالب وصقور. يبقى دلوقتي الاقي فيها ثعالب وغزلان وصقور. يبقى تاني وادي الحيتان موجود فين؟ تقول لي قرب الفيوم. طب قرب الفيوم يا صديقي في بحر؟ اقول لك كان في بحر من قد ايه؟ تقول لي 40 مليون سنة كان في بحر. كان في بحر. طيب عشان كده بلاقي هناك ايه؟ تقول لي بقايا حيتان ضخمة، حيتان كبيرة بس موجود العظام بتاعها، كمان بقايا اسماك. طيب دي كانت ميتة. طب ايه اللي حي هناك؟ تقول لي اللي حي هناك الغزلان والثعالب والصقور. دول اللي موجودين في المنطقة دي دلوقتي اللي هي اسمها منطقة ايه؟ وادي الحيتان. يا صديقي وادي الحيتان صعب؟ مش صعب، مفيش حاجة صعبة. انا بقول لك كل واحدة بناخد فيها معلومة او اتنين. طيب تالت منطقة اسمها منطقة ابو مينا. ايه منطقة ابو مينا دي يا مستر؟ اقول لك يا صديقي في منطقة قرب اسكندرية. فين يعني؟ بص على الخريطة هنا اسكندرية كده، المنطقة دي اسمها منطقة ابو مينا. ابو مينا قرب اسكندرية، قرب منطقة تانية اسمها برج العرب. مالها بقى؟ بنلاقي هناك مدينة اتبنت في العصر الروماني. العصر الروماني، اقول لك العصر الروماني ده اللي هو وقت ما كان الرومان بيحكموا مصر. وقت ما كان الرومان بيحكموا مصر كان هم اللي بنوا المدينة دي اللي هي اسمها مدينة ايه؟ ابو مينا. ومنطقة اليونسكو اعتبرت المنطقة دي مهددة بالخطر. ليه يا مستر بيعتبروها مهددة بالخطر؟ اقول لك عشان المية الجوفية هناك بدأت تاكل الحيطان بتاعة المدينة، فبقت قايلة للسقوط، يعني ممكن تقع في اي وقت. فعشان كده منظمة اليونسكو اعتبرت المدينة دي مالها؟ مهددة بالخطر. ليه؟ بسبب بدء تآكل الحيطان بتاعتها، الحوائط بتاعتها. يبقى ده سؤال مهم. طبعا مهم. طب لو قال لك ايه تاني بما تفسر صنفت منظمة اليونسكو منطقة ابو مينا منطقة مهددة بالخطر، تقول له ليه؟ لانها تعاني من خطر تآكل التربة والمباني. تاني صنفت منظمة اليونسكو منطقة ابو مينا منطقة مهددة بالخطر. بما تفسر تقول له لانها تعاني من خطر تآكل التربة والمباني. طب دلوقتي اقول لك دلوقتي المنطقة دي منطقة بيروح لها سياح بيزوروها لانها منطقة لها اهمية تراثية ودينية. تاني، لانها منطقة ايه؟ منطقة مهمة تراثيا ودينيا. دينيا للمسيحيين،
يبقى صعبة دي مش صعبة. يبقى ابو مينا تاني. ابو مينا موجودة فين؟ تقول لي اسكندرية برج العرب. جميل. طيب مين اتبنت امتى؟ تقول لي في العصر الروماني لما كان الرومان بيحكموا مصر. طيب المنطقة دي اعتبرتها اليونسكو ايه؟ مهددة بالخطر. ليه؟ لانها آيلة للسقوط بسبب تآكل الحوائط بتاعتها. صعبة ابو مينا؟ مش صعبة يا صديقي، ولا المنهج كله صعب اصلا، بس ركز معايا في المنهج. خامس منطقة واخر منطقة هي منطقة سانت كاترين، دير سانت كاترين والمناطق اللي حواليها. تاني كده، خامس منطقة هي منطقة ايه؟ دير سانت كاترين والمناطق المحيطة بيها. طيب دي منطقة تراث؟ اقول لك منطقة تراث مهمة جدا. ماله بقى؟ اقول لك المنطقة دي فيها دير اسمه دير سانت كاترين، ودير سانت كاترين ده اقدم الاديرة في مصر، من اقدم الاديرة في مصر. طب موجود فين؟ اقول لك موجود هنا في الخريطة كده في محافظة جنوب سيناء عند سفح جبل سيناء. انتوا عارفين ان جنوب سيناء فيها جبال. دير سانت كاترين بقى موجود على قمة احد الجبال، اسمه دير ايه؟ سانت كاترين، ويعتبر من اقدم الاديرة في مصر. ها وايه كمان؟ هقول لك مفيش كمان، هو بس كده. ادا خامس منطقة تراثية. طيب يا مصر، في مناطق تانية ممكن او مرشحة ان هي تبقى مناطق تراث؟ اقول لك اليونسكو عندها قائمة كده اسمها القائمة المؤقتة، يعني هياش اعترفوا بيها منطقة تراث، انما هيعترفوا بيها. طب القائمة دي مكتوب فيها مين؟ اقول لك مكتوب فيها المتحف المصري. المتحف المصري متسجل على القائمة المؤقتة عشان هيبقى منطقة تراث، بس هو دلوقتي اقول لك مكتوب في القائمة المؤقتة على انه هيبقى منطقة تراث. يبقى المتحف المصري اللي هو في القاهرة مكتوب في القائمة ان ايه؟ تقول لي القائمة المؤقتة عشان هيبقى منطقة تراث. طيب انا خدت كام منطقة كده يا صديقي؟ تقول لي 5 مناطق يا مستر. طيب انا هسألك سؤال دلوقتي. اول منطقة اللي هي منطقة ايه؟ تقول لي منطقة النوبة. طب في سؤال تاني كده من عايزك تكون فاهم، هي المنطقة دي تراث طبيعي ولا ثقافي؟ تقول لي منطقة النوبة فيها آثار بناها المصريين القدماء، يبقى بناها الإنسان، تبقى تراث ثقافي. شاطر. طيب تاني منطقة القاهرة التاريخية. طيب فيها آثار كتير، مين اللي عملها؟ الإنسان برضو في العصور القديمة. تقول لي يبقى تراث ثقافي برضو، طالما الإنسان عاملها يبقى تراث ثقافي. طيب وادي الحيتان. جميل. ماله؟ أقول لك في بقايا حيتان ضخمة من 40 مليون سنة. هو الإنسان اللي عملها؟ لأ، بقايا الحيتان دي حاجة طبيعية في البيئة، الإنسان ما عملهاش، يبقى تراث طبيعي. الله ينور عليك. طيب منطقة أبو مينا، احنا قلنا ان هي اتبنت في العصر الروماني، تبقى تراث. الله ينور. ثقافي، مش الإنسان اللي بناها في العصر الروماني، تبقى ايه؟ ثقافي، طالما حد عملها حتى لو من زمان قوي تبقى تراث ثقافي. آخر منطقة سانت كاترين، الدير ده مش في إنسان بناه؟ تقول لي تبقى تراث ثقافي. يبقى دول كلهم ثقافي ما عدا واحدة بس، اللي هي مين؟ وادي الحيتان. هي تراث طبيعي لأن الإنسان ما عملهاش، إنما هي موجودة في الطبيعة، اللي هي بقايا إيه؟ بقايا الحيتان والأسماك الضخمة. طب كمل لي المنهج. أقول لك ده الدرس رقم 2 في الوحدة الثانية وخلصناه. أتمنى إنك تكون فهمته. أنا بسيب لك في صندوق الوصف لينك للواجب، بعد إذنك بعد ما أنت سمعت دلوقتي هتروح تتك على اللينك ده وتروح تحل الامتحان. بعد ما تحل تبقى تقول لي الدرجة بتاعتك في صفحتنا على الفيسبوك. أنا مستر بشوي فؤاد، دائما وأبدا أولياء الأمور والطلاب الأعزاء في سلام. إلى اللقاء في درس جديد. سلام.